النهاردة تجربتي مع آنيتي الجميلة من AMC. هجفف الخضرة. يعني عندنا النعناع كتير بيبوظ عندنا بسرعة، أو أي خضرة زي خضرة المحشي، زي الشبت، زي البقدونس، زي الحاجات دي، وأنا بكون عايزة أحفظها لمدة أطول، فحبيت أجففها عن طريق أواني AMC. هنا حطيت الآنية طبعا على جهاز النافيجينيو وظبطت علامة اللحمة، لكن أقدر أستخدمه على البوتاجاز. هنا جبت الشبت وقطفته من العروق السميكة، وأخدت الورقات الصغيرة فقط، وهتوصل الآنية عندي اهو زي ما انتوا شايفين لعلامة اللحمة. بفتح الغطا، وطبعا الغطا ستاند مميز جدا، خلاني عملت كل ده على السفرة وانا قاعدة بعمل اي حاجة في الريسبشن، فانا قاعدة مفيش اي مشكلة ومش واقفة في المطبخ. وهنا بدأت ارص على ورقة زبدة، بدأت ارص زي ما انتوا شايفين الخضرة اللي عندي اللي هو الشبت، رصيته. وبعد الرصة دي بجيب جهاز النافيجينيو واحوله لفرن، لان هو اصغر فرن في العالم، وهظبط هنا الاوديو سيرم بخاصية الاوتوماتيك على 5 دقايق. انا هحاول كل 5 دقايق انا هعمل 5 دقايق في 5 دقايق لغاية لما اوصل للنتيجة اللي انا عايزاها اللي انتوا شايفينها دي. غالبا اخدت مني 20 دقيقة بجهاز النافيجيني. وهنا زي ما انتوا شايفين اتحول كل الشبت لبودر، اقدر احفظها في برطمان واستخدم منها كميات صغيرة هتديني نتيجة مميزة. هنا كمان بجرب النعناع قطفته برضو من العروق السميكة بتاعته، وبدأت احطه وعملت نفس الموضوع، بس هنا بدأت الأول ب10 دقايق، وكل ما بعد 10 دقايق أو 5 دقايق أفتح وأشوف النتيجة. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله بقى كأنه مجفف بقاله فترة طويلة، وحافظت عليه، وهبدأ أحفظه في برطمان أو في أي عبوة، ولما أحتاجه باخد منه كمية صغيرة تديني نتيجة ممتازة. طبعا انتوا سامعين الصوت بتاعه ازاي هو مميز جدا. وتسلمي يا آنيتي الجميلة من AMC. النهاردة تجربتي مع آنيتي الجميلة من AMC. هجف